ازيك يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو النهارده هيبقى عبارة عن تجهيزات ليلة أول يوم مدرسة. بس قبل أي حاجة انزلوا اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد يا صحابي، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلك الفيديو. القناة بنت عمتي تحت في الديسكريبشن. وبس كده، يلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا أنا لما صورت الفيديو أول حاجة بقى عملناها، طبعا خلاص بقى بكرة المدرسة، فابتديت بقى ان انا اجهز هدوم المدرسة. زي ما انتم شايفين كده، ابتديت ان انا اجهز البلوزة بتاعة المدرسة واللي انا هلبسها يعني بكرة كده يعني يا صحابي. بعد كده ابتديت ان انا اجهز البنطلون كمان، وبرضه تحت البلوزة بلبس بودي. ممكن بقى هي البلوزة كده كده اصلا بكم، يعني ممكن بادي بنص كم او بادي بكم حسب الجو هيبقى عامل ازاي، بس هم لازم ابقى لابسة بادي وكده يعني يا صحابي. تمام. وبعد كده جبنا الطرحة، زي ما انتم شايفين بلبس طرحة بيضة، والبندانة كمان بيضة، بس انا ملقتهاش، اما بقوم الصبح بدور عليها زي كل يوم عادي. ما بلاقيهاش غير لما اجي البسها ساعتها، بدور عليها ساعتها. تمام كده يا صحابي، دي كانت الخطوه الاولى. الخطوه التانية واللي بعد كده اللي هي ان انا اجيب بقى الشنطه وابتدي ان انا اجهزها. تمام. انتوا شايفين كده انا حاطاها لسه في الكيس بتاعها زي ما هي، عشان خاطر الكيس يحافظ عليها وما يدخلهاش تراب او اي حاجه، يعني تكون نضيفه زي ما هي. طبعا كنت عامله لكم الفيديو لو انا اشتريت حقيبه جديده وريكم على كل التفاصيل اللي فيها، كل حاجه فيها هتلاقي الفيديو تحت في الديسكريبشن، خشوا اتفرجوا عليه. تمام كده يا صحابي، هي دي الشنطه بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها او هناخدها بكره المدرسه. طبعا هي كانت جديده. تمام كده يا صحابي، هي جديده اصلا. تمام كده يا صحابي، فاللي هو ايه، انا حاولت ان انا اركب ليها الاضرع بتاعتها من ورا يا صحابي زي ما انتم شايفين كده. يعني انا فصلت الفيديو وقعدت احاول ان انا اعملها كتير او اتلبخت فيها، بس خلاص عملتها يعني بعد محاولات كتير عملتها انا يعني وكده. بس كنت بحاول بقى ان انا ايه، كانت قصيره شويه، بحاول ان انا اطولها، ان انا ما بحبش الشنطه قصيره يا صحابي خالص يعني. تمام كده يا صحابي. بعد كده ابتديت بقى ان انا عملت الدراع التاني. كنت حابه اوريكم ان انا عملتهم بالنص بالظبط، يعني هم يبقى طول قد بعض عشان خاطر ايه، ما يكونش حته طويله وحته قصيره. تمام كده يا صحابي، دلوقتي بقى هنبتدي بالسوست. تمام كده يا صحابي. اول حاجه انا جبت المقلمه اللي هي بتاعتي، اللي انا كنت بها لكم برضو في فيديو مشتريات المدرسه يا صحابي. لو عاوزين برضو كانت تحت في الديسكريبشن. تمام كده، فكانت برضو جديدة. فانا شلت الاسفنجة اللي كانت فيها على جنب، ابتديت بقى ان انا احط فيها الاقلام اللي انا هستخدمها بكره. تمام يا صحابي، فدي كانت الدوسة اللي متبقية عندنا من السنة اللي فاتت او من الترم اللي فات. كانوا 4 اقلام، 4 انواع وكده. تمام. جبت الجديد الازرق والاسود والاحمر. تمام. وكان معايا قلم اخضر برضو من الترم اللي فات او من السنة اللي فاتت، ما كنتش مستخدمة كتير وكده يعني، فقلت ان انا اجيبه واستخدمه خلاص يعني يا صحابي. تمام. ومش لازم ان انا اجيب كل حاجه في اول السنه جديده يعني وكده. وبعد كده بقى يا صحابي اخدت قلم الاسنان او قلم السنون، او مش عارفه في اي بلد انتوا بتسموه ايه، هما اللي هو اسنان كده يعني. وبعد كده جبت الاسنان اللي هي بتاعته. تمام. اللي هي اسنان 9، أنا كنت اخده اسنان 9، فجبت اسنان 9 كنت جايبها برضو في المشتريات وكده. تمام كده يا صحابي. بعد كده طلعتهم لان انا افتكرت ان انا احط الاقلام الملونه، حبيت جدا ان انا اخدهم معايا اول يوم، مش عارفه ليه، بس انا حبيت صراحه. المهم شلتهم تاني عشان خاطر احط الاقلام الملونه تحت خالص، عشان خاطر اللي هو ايه اخدها. تمام. وكنت عاوزه اخد اقلام هايلايترز، بس قلت ان انا اول يوم هاخد اقلام هايلايترز ليه، ممكن ان انا ما استخدمتهاش وكده، او قلت ان انا هسيبها ما اجي ابقى استخدمها. تمام كده يا صحابي. بعد كده بقى ابتديت ان انا احط الاقلام الملونة تحت. بعد كده ضفت القلم اللي هي هكتب بيها فوق وكده. كمان يا صحابي اهم حاجة كنت نسيتها، ان انا اجيب الاستيكة. تمام. والصمغ او الجلو، مش عارفة انتوا بتسموه ايه. تمام. وبعد كده نسيت برضو ان انا احط المزيل، او مش عارفة برضو انتوا بتسموه ايه، حسب كل يعني كل بلد عندها اسمه كده. فابتديت ان انا حطيتهم في المقلمة وبس كده. كانت المقلمة بتاعتي كده عبارة، كانت جاهزة خالص. تمام. مش شيك جدا. فبعد كده حطيتها على جنب عشان اشوف بعدين هبحطها ازاي. كده برضو كل ستيكر نوتس برضو هو المقلمة حطيتهم على جنب، في الاخر نبقى نشوف هنحطهم ايه فين. قام كده يا صحابي بعد كده جبت ان انا احط الكشاكيل. تمام يا صحابي، فانا ما كنتش عارفه اجيب كشاكيل ايه، فافتكرت ان انا اصلا كان الجدول بتاع
بتاع الجدول بتاعنا يعني كان نازل على صفحة المدرسة وكده، دخلت شفته وعرفت انا كان ورايا ايه يا صحابي، وقلت انا يعني هاخد كراسي عشوائية مش كتير قوي، لغاية برضو كان نظبط هنحتاج ايه في كل مادة كده يعني يا صحابي. فاخدت اللي هو كراسي عادية وكده. تمام. طبعا دي كده الشنطة بتاعتنا هي واسعة جدا، فيها اللي هي الفرق كده. فقلت طالما انا لسه ما استلمتش الكتب بتاعت المدرسة وكده، لسه ما استلمناش، فقلت ان انا اظبط الشنطه اي اللي هو تنظيم عشوائي كده اول يوم، لغايه ما نبقى نشوف نجيب الكتب هنبقى نظبط ازاي. فعشان خاطر كانت الكراسي صغيره وكده، فحطيتها في المكان اللي هو القصير ده او السوسته اللي هي الصغيره دي. وقلت برضه هحط المقلمه قدامهم كده، بس انا حطيتها قدام ما حطيتهاش ورا، عشان ما حطيتهاش ورا قصدي، عشان خاطر ورا هتعمل في ظهري وكده يعني يا اصحابي، وظهر هيوجعني، وانا من النوع اللي ده اي حاجه بتاثر في ظهري وكده. تمام كده يا صحابي. وبعد كده ابتديت ان انا احط فيه الصوص الصغيره. آه اصحابي كنت انا رايحه احط في الصوص الصغيره اللي هو كانت علبه القلم اللي هي سبوره وكده، كانت معايا من السنه اللي فاتت برضو بتاعه الفصل وكده، فاللي هما فضلت معايا، فقلت اخدها معايا اول يوم ونشوف هنعمل ايه. طبعا دي كانت علبه مقفوله وكده، وكانت بقى كمان معايا كام قلم فرداني كده يعني، فبرضو اخدتهم معايا وكده. مش عارفه ايه مسألتهم في الفيديو، بس والله انا حطيتهم كده. وترتيب الشنطه النهارده عشوائي لغايه ما نجيب الكتب وكده ونبقى نظبط. تمام كده يا صحابي. وكمان افتكرت كمان الستيك نودز، فحطيتها اللي هو حطيتها فوق كده، فكان في مكان فدخلت عادي. وكمان المفتاح بتاع بيتنا وكده يعني اصحابي، اللي هو معايا ممكن اجي افتح في اي وقت، جيت بدري جيت متاخر، حسب ما انا اجي افتح وادخل على طول. فحطيته كمان معاه ان هو سهل ان انا ابقى اجيبه يا اصحابي. وبعد كده خلاص السوست خلصت فقفلتها. طبعا احنا في زمن الكورونا فلازم يبقى معايا كمامة والحاجات الوقاية، فالكمامة والكحول، هو الكحول اللي معانا على طول. تمام كده يا اصحابي. وبعد كده برضه زي ما قلت لكم دلوقتي تنظيم الشنطه عشوائي لغايه ما نبقى نجيب الكتب ونظبط بقى براحتنا. فحطيت الكمامه قدام، اللي هو انا اول ما هخرج اصلا الصبح من البيت هاخد الكمامه اصلا والبسها يعني يا صحابي، فاللي هو حطيت ايه عشان افتكر بس الصبح قبل ما امشي ان انا البس الكمامه. وبعد كده الكحول برضو حاولت ان انا احطه ايه في مكان واحد عشان خاطر ايه ما يقدرش في الشنطه وكده، فحطيته جنب المقلمه كده يا صحابي. تمام كده لغاية دلوقتي تمام. وسوسة كده الأخيرة كملت هي كمان وقفلتها خلاص. وبعد كده بقى يا صحابي كنت حابة أقول لكم كمان إن الشنطة بتاعتي برضو من الجنب كده في تحس زي جيب كده، ممكن تحطوا فيه مثلا ازازة مية، بيبسي، عصير، اي حاجة زي ما انتوا عايزين. بس كده يا اصحابي ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم فيديو النهاردة انتوا اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. وصلوا الفيديو بحبكم خالص يا اصحابي، ويا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو قادم باذن الله. باي يا اصحابي.